نحن عارفين تماما انه في داخل مدني الميليشيا الان في حاله بتاعه هروب، منهم من هرب عن طريق البحر وتصدت له الضفادع البحريه، ومنهم من حاول عن طريق الهروب عن طريق عده مواقع وتصدت لهم القوات المسلحه وجايينكم جوا مدني. اقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، القوات المسلحه جاياكم جوا مدني والطريق سالك. واقول لكم بكل وضوح في الليل اليوم ده وبكره، شغل بكره حيكون اكبر من شغل الليل اليوم ده واكبر من الشغل اليوم المضى. الشغل بتاع القادم باذن الله سبحانه وتعالى بتاع بكره باذن الله حيكون اكبر من شغل الليله واكبر من شغل القادم، لانه انا اقول لكم بكل وضوح الاخوان والاخوات السودانيين ان القوات المسلحه اخذت كامل الصلاحيات وكامل التعليمات في عمليه بتاعه الدخول مدني تحرير مدني. وكل شيء قاعد يحصل الان من مبدا بتاع تحرير القرى اللي انتم شايفينها دي هو عمليه بتاع التمهيد لدخول مدني. القوات المسلحه لو دايره تدخل مدني بطريقه همجيه او بعمليه بتاع الدخول مباشر لدخلت والله زي ما قلنا لك. لكن القوات المسلحه الان هذه الكليه الحربيه، دي الكليه الحربيه ما بتشتغل ساي، بتشتغل شغل بتاع عمل بتاع تكتيك كبير جدا جدا. وابارك من هنا لاخواننا في في شمال كردفان او في غرب كردفان لاهلنا دار حمر ومعهم القوات المسلحه ومتحرك الصيادة الليله اليوم ده بعمليه بتاع استرداد او تحرير منطقه ودبنده محرره باذن الله وعزم الرجال، باذن الله وعزم الرجال اتحررت منطقه ودبنده غرب كردفان. تحيه لدار حمر، هؤلاء الرجال الابطال الكاربين جدا جدا الليله اللي استطاعوا بعمليه بتاع التحرير ودبنده. ومساله التحرير دي ماشيه يا اخواننا. طيب الهرب منه نعرف انه طبعا يا اخواننا انا حقول لكم بكل وضوح جلحه اول حاجه هرب. جلحه طلع من الجزيره لما نعرف انه الشغله دي كتمت، وهو عنده عمليه بتاعت اختلافات كبيره جدا جدا مع منو في الداخل، ودي ما بتخفى على اي زول. وطلعت التسريبات، جلحه تحرك ب 30 عربيه. الكلام ده انا بقوله لكم الان استسلام. طيب طلع وصل لحد المنطقه بتاعت اتجاهات بارع. في واحد هناك اسمه الناعم، ده الموجود هناك على مستوى منطقه بارع. جلحه عمل له عمليه بتاعت ارتكاز، وخروج جلحه من الجزيره لحد وصوله هناك، لانه نحن عارفين تماما ومن مصادرنا اكدنا انه جلحه داير يستسلم. والله ما داسنا نقول لكم عديل، جلحه الان في مجابده انه يستسلم. وانا والله جيت داير قد الشغل ده بالواضح، ولا داسي ولا اثنين ثلاثه والله العظيم. في عمليه بتاعت كونتاكت مع غايه اكس، خلوه من اسم الغايه، لكن جو داير يستسلم. والان في عمليه بتاعت كونتاكت، وانا بقول لكم يا ميليشيا الجنجويد اعرفه تماما. هو ذاته اساسا ما هرب من هناك. الجماعه لما حاولوا انه اشتبكوا معاه قريب قربوا يودوه قام بب طلع ب 30 عربيه، مشى قاعد في مناطق معينه، والمنطقه اسي قاعد فوق المنطقه المعينه المعروفه جنب البطلاين. يا جلحه اللي عملت فوق شنو؟ اللي عملت فيها الارتكاز. جلحه داير يستسلم. طيب يا اخوان، كونتاك مع واحد من القيادات وانه حيستسلم لوين؟ حيستسلم للفرقه الخامسه الهجانه. والله جد داير يستسلم للفرقه الخامسه الهجانه. ما هي الشغله دي كتمت ودورت وبقى الموضوع ده منتهي. جلحه الان داير يستسلم ب 30 عربيه. نحن عارفين الموضوع ده، وقاعد في الحته الفلانيه جنب البابلاين وماشي وعندك كونتاك وتفاصيل وناي، وهنا انت داير تستسلم لقياده الفرقه الخامسه مش الهجانه. طيب نشوف راي الناس هنا على مستوى البث المباشر ده. ونحن والله دايرين نحرق، نحن دايرين الناس دي يتبلوا بس. والشغله دي يا اخواننا طبعا عشان نكون واضحين، ما قبله شنو؟ ما قبله استسلم كيكل، كل الناس عارفه الكلام ده، كيكل استسلم. هسه جلحه الان شايف انه الشغله دي كتمت، والشغله دي ما فوق اثنين ثلاثه، فالموضوع ده منتهي تماما. جرى طوالي قاعد هناك في يم خط البابلاين وقال يا جماعه انا شغلتي دي ما ماشيه لقدام، اخير نضمن لي شنو؟ نضمن لي هنا. لكن احنا يا جلحه بنقول لك بكل وضوح بل بس، والله ما عندنا اي اثنين ثلاثه، بل بس. ويا قائد الفرقه فيصل محمد الحسن، وانا بقول لك بالواضح، طبعا انا عارف كل التفاصيل، الملف ده كله عندي، كل الملف ده من اول دقه لحد النهايه عندي الملف. لكن انا بقول لك بكل وضوح ما نحن ما عندنا مشكله طبعا معاك انت شخصيا يا قائد الفرقه، لكن انت عارف جنجويد ده اللي يتبلوا، ونحن ده شعارنا ورفعناه والله، قلنا جنجويد يتبلى ويتحلى ويمشي لله. وش ده كلام اخونا الانصرافي؟ انا معيده لك هنا ثاني، يتبلى ويتحلى، ما عندنا اثنين ثلاثه. لما نعرفوه كتمت خلاص الموضوع ده هنا، جري قال يا اخي خير لي نمشي نلقى لي طريق بتاع مرقه، ونحن اخواننا نكون واضحين. ودي رساله للسيد القائد العام، الشغله دي ما انبشكت ومفروض ثاني يتقفل
قصه العفو بتاع القائد العام ده المفروض يتقفل عديلا. نحن بنقول لك المفروض يتقفل، عفو القائد العام ده يتقفل يا اخوانا، ما هي واضحه. والسودان ده محرر من ايادي هؤلاء الاواش، والناس ديل انتهوا. والناس ديل الان اي زول بيفكر في طريقه بتاعت انه داير يستسلم فيه. طيب وحق المساكين الضاع ده، حق المساكين ديل، ها حق الشعب السوداني قتلتوه طلعتوا ميتينه يا جنجويد. الشعب السوداني اللي دمرته سواء كان على مستوى الخرطوم وعلى مستوى الجزيره وعلى مستوى كردفان وعلى مستوى دارفور وعلى مستوى كل مكان. سيد القائد العام، اما حانت اللحظه للعمليه بتاعت اغلاق العفو العام اللي انت تكلمت عنه ده، المفروض يتقفل. ما في حاجه اسمها عفو القائد، ما في، المفروض يتقفل حاجه اسمها عفو القائد. يعني بقولوا الصلاه يوم القيامه ما بتنفع، والشغله دي مبشكه. انت منتظر شنو ثاني بعد؟ اقفل الشغل ده، خلي الجيش ده متقدم وشغال، الجيش ده متقدم وشغال، خلي الجيش ده متقدم وشغال وبل بس ما في استسلام ثاني. هو انت لما تفتح لنا البوابه دي ما يجيك اسي الجلحه بكره هنا بعد بكره عبد الرحيم ده لا تلقاه كارث، بقول لك انا داير استسلم. يعني بكره عبد الرحيم ده قال له ذاته بنفسه بتجي تلقاه انه بقول لك يا اخي خلاص انا داير استسلم الموضوع ده، وعفو القائد العام وتحت عفو القائد العام، ولا شنو يا اخوان؟ ده ما بيحصل. يبقى نحن من قد الشغل. وانا بقول لكم بالواضح، ودي رساله لجلحه، والله ما عندنا غير البلد. ما تقول لي في ناس كثيره تستعطف، بقول لك يا اخي الزول ده المفروض نسلم، يا زول ما نسلم ولا ما يجيبه، بل بس. فانت مش ده شعاركم اللي انتوا رفعتوه؟ ده نحن الان رافعينه لكم، بل بس. مش قال زولكم قال الطمطر حسب، خليها الطمطر ان شاء الله الرصاص من السماء، الطمطر الرصاص من السماء. وانا بجد الشغل، والله انا مش قاعد اقسم بالله اقد. وهسه انا فشلت لكم وحفشت لكم، وكل يوم حيكون دي قاعدتنا بيكم، وانا عارف جول حيستسلم بجاي برنامج هناك وهنا في مرابه وفي وين وفي وين وفي وين وفي وين يجيبوه، بل بس. مش قلت كده خلينا تتبلوا، ما اتزنقوا الليله يا فيصل محمد الحسن، دي رساله بوجهها لك، دي رساله بنوجهها لك. انت الان قاعد جوا القبيض دي، جوا القبيض فقط، طلعت ما كلنا في القبيض ده الان بجوطه، لا كهرباء لا مويه لا سجم لا 2 3 في كلام نحن ما بنقوله. ما طلعت من محلك مشيت عملت حاجه، انت قايد عام لكل الولايه، الفرقه دي حقت كل الولايه ما حقت القبيض فقط. انت القبيض الان ما قادر تامنها زي الناس، قول لي ناس هنا في القبيض الان قاطعه منهم الكهرباء، الشبكه، المويه، كل شيء قاعد يحصل. انت دافن جيجن والجيش ده ماسكه جوا والتعليمات في يدك انت. انا قبل اليوم طلعت اتكلمت والتعليمات في يدك انت. الليله في اكثر من 8 9 او 15 مسيره، 15 مسيره. اولا مش ضربت القبيض ولا ما ضربت القبيض؟ ضربت القبيض وضربت حراسك انت شخصيا يا سعاده اللواء. والشعب السوداني خليه يعرف 3 شهداء بمسيرات من ميليشيات الجنجويد اللي اسي تحصل تعمل معاهم بتاع كونتاك على اساس انه يستسلم، صح؟ ده حاصل. 3 شهداء و7 جرحى، والشهداء ال3 دول فيهم 2 حرس شخصي للوالي، حرس شخصي لقائد الحامي الفرقه الخامسه مشاه. حاصل ولا ما حاصل يا فيصل محمد الحسن؟ حاصل. لكن انت دافع لي دي قاعد جوا، ويا ريتك لو كنت مؤمن القبيض دي صح. كلمنا قلنا لك القبيض دي تتامن وين؟ بقاده لجبل كردفان 15 30 كيلو من القبيض، ده تامين القبيض، لكن انت القبيض نفسها ما مامنه. لو مامنه الليله ما بتقع جوا الفرقه بتاعتك، جوا القياده بتاعت الدوله، بتمشي بتقع المسيرات، لانه انت ما شايف شغلك صح. جيش قدر 12,000 جندي موجودين الان وجاهزين، ماسكهم عندك جوا. ليش شنو ماسكهم لشنو؟ جيش ده ما تفكوا. والله العظيم اقسم بالله والله وتالله اذا اطلق يد صراحه الفرقه الخامسه او الهجانه على مستوى القبيض لتحررت كل كردفان، وما احتجت لا متحرك الصياد ولا لاي متحرك احتجت له، ما كان احتجته. وما تجي تقول لي تعليمات، انا عارف كل التفاصيل. والله اجيب لك كلمه من القائد العام بانه ادى التصريح لكل الفرق بعمليات التحرك. ما تقول لي ما في اي نقص في اي حاجه، لانه انا بديك صور من جوا، اي شيء مكتمل. وين؟ هجانه دي بتتفكر والله يتحرر كل كردفان تتحرر، خليك من شمايكو، كل كردفان بتتحرر. لكن منك انت يا فيصل، وانت السبب الان اللي بيحصل. لو فاتح لي المدارس تكلمت في الموضوع ده، اي بني ادم اقسم بالله على مستوى القبيض، طفل كان مر اي كان، انت السبب الرئيسي، لانك انت ماسك الجيش ده جوا، ماسك القوات والجيش الموجود ده كله راقمه. ليه؟ بتعليمات. يا اخي ناس العمل الخاص ده وصل بهم الحال في فتره ما لدرجه انه بخالفوا تعليمات عشان يطلعوا برا، بخالفوا تعليمات عشان يجروا يدقوا الميليشيا من برا، وانت ما راضي عن الشيء ده. الكلام ده يا فيصل محسوب، وللاسف انت ود الولايه. يعني انا محتار، كيف؟ محتار فيك والله.
هجانا فوق وهجانا فوق في ما بدقوا في البيض من 200 ما قدروا يخترقوها، ما عشان فيصل، لكن المجتمع بتاع الهجانه، هجانه ده مجتمع. عشان تعرف الكلام ده، هجانه دي ما فرد ولا اثنين، هجانه ده مجتمع كامل في كردفان. ادونا حاميه واحده من الحاميات بتاعت الهجانه دي سقط، ما بتسقط. لكن احنا بنقلد في الغايه لانه ما بدي التعليمات الحقيقيه المفروض يديها للقوات دي تطلع برا تبل الجنجويد. 13 دي كل يوم اليوم الثاني، كل يوم اليوم الثاني 13. بوجهها لك بطريقه واضحه واسمع كلامي ده كويس. حاجتين: اطلاق سراح يد القوات المسلحه الفرقه الخامسه الهجانه لتحرير كردفان، لتحرير شمال كردفان كلها من الخونه. انا ما عندي معك شغله تتواصل مع الجن الاحمر، ما بيهمني انك تفك الجيش ده تخليه يمشي يشتغل شغله. قائد جهاز المخابرات العامه انا عارف كل التفاصيل، وكلامك انت قلته كلام الطيب للغايه، لكن المشكله في قائد الفرقه اللي هو مسؤوليه مباشره من الامن ولجنه الامن على مستوى الولايه ومعه الوالي. انتوا الموقفين ومعطلين الشغل. لو دايرين تشتغلوا عارفين تماما اين الميليشيا، امشوا بلوا الميليشيات دي بلوها عشان ما تحصل عمليه بتاعت السقوط لاي طائره مسيره ولا ميليشيا بتاعت جنجويد تجي ولا ايا كان. ده الشغل المفروض صح. كلكم شفتوا في الامس بحمد الله سبحانه وتعالى اهلنا على مستوى الشمال سقطوا 6 طائرات مسيره، 6 طائرات مسيره، ودي رساله لوالي الشماليه. وانت عارف تماما تامين الولايه الشماليه ما بيتم جوا، بيتم بوجود قوات على مستوى المنطقه بتاعت حدود الولايه الشماليه. ده التامين الحقيقي. بحمد الله سبحانه وتعالى استطاعت الدفاعات القضيه انها تسقطها في واحده من المسيرات، اسقطت في واحده من المحولات بتاعت الكهرباء على مستوى مروي، وقفت الكهرباء لمده طويله جدا جدا. والان بتكلم في بعض الخطوط الكهرباء ما رجعت لها. احنا بنحمل المسؤوليه يا جماعه. الناس تعمل شير يا جماعه، شير يا جماعه. الله يرضى بالضبط. لجنه الامن حقت الولايه ككل حتى بما فيهم القيادة المقاومة الشعبية المتمثلة في أخونا أسري وغيرهم من الشباب دي اجتمعون أضعوا خطة معينة للعملية بتاعة تأمين الولاية. وزي ما وريتكم ما في داعي لوجود الجيوش ذاتها في داخل المدن، ما في. لا في دنقلة ما المفروض يكون في جيش داخل دنقلة، ما في الشرطة ده دور الشرطة المفروض تقوم به. في داخل الدبة ما المفروض يكون في جيش، يكونوا برا ولا جيش ولا مشترك ولا أي كان، قاعدين جوا ليش؟ ما دي قرارات بتاعت قيادة الفرقة ولجنة الأمن على مستوى الولاية، المفروض تتخذ القرارات دي على أساس إنه خروج. ما دايرين يا اخواننا حتى ناس المقاومه الشعبيه، الناس الان المسلحين في المقاومه الشعبيه يكونوا شغلهم شغل بتاع الارتكازات، معاهم افراد من المخابرات، لكن كقوه بتاع الجيش ما تكون موجوده داخل المدن. تامين المدينه بيتم بخارجها. المشتركه الموجوده في داخل الدبه والقوات المسلحه الموجوده وكل المعسكرات الموجوده دي المفروض تكون على مستوى المنطقه بتاعت حدود الولايه لتامين الولايه. ده المفروض يحصل يا سيد الوالي وقيادات لجنه الامن. اجتمعوا في الموضوع ده على اساس انكم تامنوا الولايه. تامين الولايه انتم عارفين تامين الولايه ما من داخل الولايه، تامين الولايه بيتم من خارج الولايه على مستوى المنطقه بتاعت الحدود. ده اذا انت فعلا ساعي من اجل تامين الولايه وانه ما تجيك مسيره. المسيره اللي وصلت لحد ما وصلت لحد الدبه او وصلت لحد مروي المفروض ما توصل مروي، المفروض ما توصل الدبه. المنطق بقول كده، ما المفروض توصل لا الدبه لا مروي، المفروض تدق وين؟ اذا عندك تامين خارج الولايه على مستوى المنطقه بتاعت الحدود بينك وبين ولايه اخرى. في المنطقه ديك المفروض المسير بمجرد ما دخلت دخول الولايه تتدقق. ده المفروض التامين الحقيقي اللي يتم، لانها دي واحده من الولايات الامنه. لكن انت الان مخلي لك كل الجيوش قاعده، يا ظل لا في دنقله يكون في جيش، لا في مروي يكون في جيش، ولا في الدوله ولا مشتركه ولا جيش ولا اي كان، كلكم تطلعوا برا خارج الولايه، اطلعوا اقيفوا على عمليه بتاعه تامين الحدود الولايه. ده المفروض يحصل يا سياده الوالي. ودي رساله لاخونا اسهري، ورساله للوالي، ورساله لقيادات اللجنه الامنيه على مستوى الولايه. كامل الاعتذار انه المعلومات وصلتنا غلط، فنحن والله بنقدم له هو الاعتذار في نفسه، وبنقدم لكم انتوا الاعتذار. سامحونا، ما عندنا غير انه نقول لكم الكلام ده، لانه المعلومات في النهايه جاتنا غلط وانتوا عارفين براكم. فنحن بنعتذر له وله العتبه حتى يرضى، يا اخواننا. علي بريمه واحد من الالويه دفعه 35 راجل كبير، ومسكته الميليشيا وحبسته، هو ما رفض يطلع تماما من على مستوى الفتيحات. فانا والله بعتذر لك وكل الشباب الان، الجروب بتاعنا كل الشباب الان بيكملوا لك، بيوجهوا لك الاعتذار حقهم، وبيعتذروا لك اعتذار كبير جدا جدا. سعاده اللواء ليك ولبنتك الدكتوره الشغاله على مستوى السلاح الطبي، ولولدك الضابط الملازم. فوالله اعتذارنا لك كبير جدا جدا، ونحن بنعتذر. اتمنى انكم